الحداوي لقداف ولكن الخطوه ديالو بعيده. تيمومي دخل المعترك، هذه فرصه للفريق الوطني المغربي عند السوادي لقداف ولكن القطعه عاليه. فرصه اخرى للفريق الوطني المغربي ضاعت بواسطه اللاعب السوادي. الحداوي الابيض ما كاينش شروط بالتمريره في اتجاه الغريسي للفرد الحارس وقداف دفاع عاليه. هذه فرص ما تيضيعوا شيء. خليفه عند التيمومي، مراوغه ديال التيمومي دائما عنده الكره لقداف، ضربات الكره في احد اللاعبين وجات عند السوادي اللي يحاول باش يراوغ خالد البياض ولكن في خارج المرمى. الحداوي قذفه ديال الحداوي ضربت في احد اللاعبين، دائما الكره عند الفريق الوطني المغربي. البياز لقداف واصابه، بالفعل اصابه ديال اللاعب الغريسي بعد تمريره ممتازه ديال اللاعب البياز اللي عزز الخط الامامي خلال الجوله الثانيه. تيمومي لقداف والحارس والاصابه لا. قذفه ديال البياز مره اخرى، البياز كان وراء هذه العمليه، ضربت في الحارس بالصدفه فقط الابيض. قذفه الزاويه البياز، ضربه راسيه ديال الحسينه ولكن محاذيه لمرمى الحارس. الغريسي اللي دخل بالمعترك وفرد الحارس وسلمها للبياض واصابه من اللي سجل هو دحان يسجل الاصابه الثانيه للفريق الوطني المغربي كما غادي نلاحظوا بالاعاده.